كنبغي نشكر الناس ديال فيكيك اللي تاحوا لنا الفرصه اننا نجيو لعندهم ونشوفوا مغرب اخر، مغرب ما يسمونه بالهامش، وانا المنحدره من الهامش الذي يحمل الكثير من النضال، من الصمود، من الثقافه، من الوعي اللي مشى بهذه البلاد هذه للقدام. حاجه اخرى، انا كنت منبهره بنساء فيكيك، بالمراه الفيكيكيه الولاده الصامده اللي كنوجه لها تحيه، ولكنني الان اعجبت اكثر بشباب فيكيك. في الحقيقه كان ممكن تعطينا فرصه كبر اننا نتعرفوا على هذا الشباب الواعي اللي في الحقيقه المداخلات ديالو كانت قيمه جدا. كنظن كانت عنده فرصه اكثر، كان غادي يمنحنا افكار جديده، وهو اللي قادر يعطينا مبادرات ويعطينا خطه عمل، لان كما كنقولوا اهل مكه ادرى بشعابها، فاهل فيكيك ادرى بما ممكن اننا نديروا ونساندوا ونمشيو معكم فيه. انا عندي جوج ديال المقترحات باقتضاب. المقترح الاول شرط له الرفيقه شاطر، وهي ضروره التنسيق، ولما لا ان تكون فيكيك مبادره في هذه النقطه هذه، ان يتخذ مبادره للتواصل مع كل المناطق الواحيه اللي كتحمل نفس الخصوصيه ديال الواحه في المغرب. وحنا تابعنا شنو وقع في طاطا وامشاو اللي دار تما والخلاصات اللي توصلوا لها الناس تمايا. دونك مزيان يكون تنسيق في المجال الواحي، لان حنا كنعرفوا بان الواحه عندها خصوصيه ما كاينه لا في الدار البيضاء ولا في الرباط ولا في المدن. جوج هو نقل النقاش من فيكيك الى المدن المغربيه عبر ندوات موائد مستديره، وحنايا هنايا في الائتلاف راه الاشاره في تحمل هذه المسؤوليه هذه وتنسيق مع الناس هنايا في فيكيك لنقل الصوت ديالهم للمغرب كامل. وكنحييكم من جديد، شكرا.